تعالوا النهاردة نعمل مع بعض أحلى وأجمل وصفة لكحك العيد. مقادير مظبوطة 100%. إن شاء الله هتنجح معاكم من أول مرة، حتى لو انتوا أول مرة تعملوا كحك في البيت. للناس اللي عايزة تجرب بدل ما تشتري من بره، أو الناس اللي جربت كحك قبل كده وما نجحش معاهم، أنا عاملة لكم فيديو بسيط خالص وهتشوفوا نتيجة مبهرة بجد. أول حاجة عندي هنا كيلو من الدقيق. كيلو من الدقيق بيعادل 8 كوبايات من الأكواب المعيارية. الكوباية 125 جرام. ده دقيق منخول وعليه رشة ملح. هنحتاج على كيلو دقيق نص كيلو من السمن زائد معلقة كبيرة، يعني 550 جرام من السمن. حط على كيلو دقيق معلقتين كبار من السكر البودرة، كمان معلقتين كبار من النشا. مش قادرة اوصف لكم بقى النشا بتعمل ايه في الكحك وبتخليه قد ايه دايب وضعف. هنحتاج كمان معلقة كبيرة من البيكنج باودر، معلقة كبيرة مليانة، ومعلقتين كبار من السمسم المحمص، ومعلقة كبيرة مليانة من ريحة الكحك او المحلب المتوفر عندكم. وهنقلب الكلام ده كله مع بعض، الدقيق والنشا والسكر والمحلب والسمسم ورشة الملح اللي احنا حطيناها في الاول. في العجان هناخد الاول السمن وهنضربها لمدة 5 دقايق لحد ما لونها يفتح كده وتبقى عاملة زي الكريم شانتيه، تبقى فاتحة خالص. لو ما عندناش عجان ممكن نستخدم المضرب الكهربائي، برضه هيدينا نفس النتيجة، مفيش مشكلة، زي ما عملنا بالظبط في البيتي فور والغريب. هنضرب الاول على سرعة متوسطة، بعد كده هنزود السرعة تدريجي لحد ما نوصل للقوام اللي انتوا شايفينه ده. خلاص كده جاهزة. هنضيف بقى خليط الدقيق اللي احنا عملناه. هنسيب الدقيق مع السمن زي كده ما بيقولوا ان احنا نبس الدقيق والسمن مع بعض، هنسيبه برضه لمدة 5 دقايق كمان لحد ما نتأكد ان الدقيق كله اتغلف بالسمن كويس. تمام كده. بكون مجهزة عندي كوباية من الحليب الدافي. الحليب لازم يكون دافي، يعني لما احط ايدي تستحمل الحرارة، ما يبقاش ساقع ولا سخن. هحط عليه معلقة صغيرة من الخميرة. ما نزودش الخميرة لان احنا عاملين كحك على البارد، احنا بس عايزينها تدينا طعم الكحك مش اكتر. هقلبها كويس مع الحليب وهضيفها على الخليط اللي احنا عملناه، وهركب بقى الكف وهديلهم تقلبتين 3، يعني مش اكتر من نص دقيقة. اتأكد بس ان كله اندمج مع بعض، ما نبالغش في التقليب في الخطوة دي علشان الكحك ما يعملش معانا عرق ويطلع معانا ناشف. ملحوظة مهمة هنا، بعد ما بنضيف الحليب الدافي هتحسي ان العجينة كده يعني بتلزق شوية في الايد، وده طبيعي جدا لان احنا ضايفين حاجة دافية على العجينة، فمحتاجة انها ترتاح شوية. ما تزودش حاجة ولا نزود دقيق ولا نزود سمن. المقادير دي زي ما قلت لكم مظبوطة جدا. هنسيبها بس ترتاح 10 دقايق، الاقيها كده مسكت نفسها وهديت والعجينة بردت شوية وبقت مظبوطة جدا. شايفين طالعة طرية خالص ازاي؟ هسيبها بس ترتاح على جنب، مش يعني بالكتير قوي 10 دقايق، مش اكتر من كده. احنا هنشكل وندخل الفرن على طول. انا مش عايزة العجينة تخمر علشان تديني رسمة مظبوطة، وزي ما دخله الفرن زي ما يطلع منه. انا ما عنديش بصامة، ما عنديش اللي هو المنقاش، ما عنديش حاجة خالص. انتوا عارفين انا قاعدة برا مصر، فالجيش قالك اتصرف، لقيت عندي دي بتاعة المقلاية، انا بستخدمها بقالي 3 سنين دلوقتي، تديني نفس شكل البصامة بالظبط. شايفين؟ بضغط عليها كده، واظن دي بقى سهل ان انتوا تجيبوها وتلاقوها في اي مكان. دي بتاعه المقلايه القديمه عندي، بخليها عشان اعمل بيها الكحك، بتديني شكل تحفه على فكره زي ما انتوا شايفين كده. نحاول نعمل الكحك مقاس صغير يبقى كلهم قد بعض. انا ما بحبش الكحكايه الكبيره، بحبها كده تبقى قطمتين بالكتير. هكون مسخنه الفرن قبل ما ابتدي اشكل في الكحك كده، يكون 10 دقايق ولا حاجه، وهندخله على الرف اللي في النص. هنشغل الفرن من تحت بس على درجه حراره 180 لمده 15 دقيقه، مش اكتر من كده عشان الكحك ما يشققش وينشف معانا. وبرضه انتبهوا علشان درجة الحرارة تختلف من فرن لاتنين. انا ما احتجتش ان انا اشغل الشوايه، انا شغلت الفرن من تحت بس لحد ما اخد اللون الحلو اللي انتوا شايفينه ده. عايزه اقول لكم على حاجه مهمه انا دايما بعملها، نحاول ان احنا نجرب واحده او 2 في الاول، نشوف درجه حراره الفرن معانا عامله ازاي، هل هو كويس على الرف اللي في النص ولا محتاجين نرفعه لفوق شويه، هل محتاجين ان احنا نزود حاجه او نقلل حاجه. بس ان شاء الله زي ما قلت لكم مش هتحتاجوا الكلام ده خالص، بس ده طبيعي بنعمله علشان المكونات بتختلف من مكان للتاني، وبرده درجه حراره الفرن بتختلف من فرن للتاني. اهم حاجه ان احنا نسيبه يبرد في الصواني خالص، مش بنحركه لحد ما يبرد تماما، ومش بنرش عليه السكر وهو سخن عشان يفضل محتفظ بالرسمه بتاعته وما يعجنش. نستنى لما يبرد ونبتدي نرش عليه السكر. شايفين طالع تحفه، والرسمه زي ما احنا عملناها بالظبط، ولا سايح كده ولا الرسمه راحت، ولا واحده شكل والتانيه شكل، كله مقاس واحد، وطالع رهيب وطعمه تحفه بجد. وقد ايه دايب. الناس اللي بتفهم في الكحك اكيد هتفهم ان الكحك ده طالع مظبوط.